جريمة قتل ينكشف فاعلها بعد 16 عاما من الفرار من أيدي السلطات في قلب أركنساس، حيث التقى الجمال الطبيعي بالمناظر الطبيعية الهادئة. بدت بلدة صغيرة تدعى ماونتن فيو وكأنها الملاذ المثالي لأولئك الذين يبحثون عن العزاء والبساطة. ولكن في ظلال هذا المكان المثالي سيتكشف لغز تقشعر له الأبدان من شأنه أن يهز أساس هذا المجتمع المسالم. ابقوا معنا لمعرفة تفاصيل أكثر حول قضيتنا لهذا اليوم. في قلب هذه الحكاية المظلمة كانت هناك امرأة شابة نابضة بالحياة تدعى ريبيكا جولد، مع أحلام كبيرة مثل السماء. كانت طالبة جامعية تبلغ من العمر 22 عاما. ولدت ريبيكا في عام 1980 لتشيرلي بالارد ولاري جولد، وكانت الثالثة بين 4 شقيقات، جابرييل وتيفاني ودانييل، وجميعهن يشتركن في رابطة غير قابلة للكسر على الرغم من المصاعب التي ألقتها الحياة عليهن. كان استقلال ريبيكا وشجاعتها من السمات المحددة. لم تكن خائفة من إنشاء علاقة جديدة مع كل شخص قابلته، وكان الجميع يحب ابتسامتها الدافئة وقلبها المفتوح. في عام 2004 عندما بدأت الأوراق تتغير ونسيم الخريف البارد ينظف المناظر الطبيعية، قررت عائلة ريبيكا التجمع لقضاء عطلة نهاية الأسبوع من أجل إعادة توطيد العلاقات والاستمتاع بجو الخريف. في 20 من سبتمبر، وهو اليوم الذي كان من المفترض أن تشرع فيه ريبيكا وأخواتها في رحلة العودة إلى المدرسة معا، كانت ريبيكا غائبة بشكل واضح. لم تقلق شقيقاتها عليها لكون ريبيكا من النوع الذي يتأخر دائما عن المواعيد، ولكن بعد طول غيابها بدأ القلق يتزايد شيئا فشيئا، ليتحول بعد ذلك إلى ذعر في اليوم التالي عندما ظل مكان ريبيكا مجهولا. مع تحول الساعات إلى أيام، بدأ القلق يسيطر على عائلتها وأصدقائها. سرعان ما تحركت السلطات المحلية وأطلقت تحقيقا لكشف الحقيقة وراء اختفاء ريبيكا المفاجئ. آخر شخص عرف أنه رآها على قيد الحياة كان صديقها كيسي ماكلوغ. أفاد كيسي أن آخر مرة رأى فيها ريبيكا كانت عندما أوصلته إلى العمل، لكن لم يتم اصطحابه كما هو مخطط له. اتخذ التحقيق منعطفا أكثر قتامة عندما تم اكتشاف سيارة ريبيكا متوقفة في منزل كيسي، ولا تزال ممتلكاتها بالداخل ولم تمس. رسم الجزء الداخلي من المنزل صورة قاتمة مرتبة مجردة وعلامات تدل على حدوث صراع في غرفة النوم، إضافة إلى تواجد بقع من الدم في جميع أنحاء المنزل. كان الوضع رهيبا، وأصبحت الحاجة الملحة لتحديد مكان ريبيكا أمرا لا بد منه. أصبح كيسي محل اهتمام الشرطة، وكانت الشكوك حوله تتزايد مع مرور الوقت. تصاعدت الأسئلة وتم فحص الأدلة، لكن الإجابات ظلت بعيدة المنال. سرعان ما امتلأت المدينة بالهمسات والشائعات والتكهنات، كل رواية تلقي بظلال من الشك على مصير الشابة التي لم يتم إيجادها بعد مرور أسبوع على اختفائها. وفي 27 من سبتمبر عام 2004 تم العثور على جثتها بالقرب من الطريق السيار رقم 9 جنوب ميلبورن. أظهر التشريح الطبي للجثة أنها تعرضت للضرب حتى الموت. ماتت بضربتين قاتلتين في الرأس مسحوبة بالخنق. لم يكن من الممكن معرفة ما إذا كانت قد تعرضت للاعتداء الجنسي، ولكن كان يعتقد أنه احتمال قوي. لم تتمكن الشرطة من العثور على حمض نووي آخر من غير حمض ريبيكا النووي. لقد كان الكثير من الناس يأتون ويدخلون المنزل. كان أحد الأشخاص القريبين من المنزل هو ابن عم كيسي، ويليام ميلر من تكساس. كان كل من ويليام وكيسي يدليان بإفادات للشرطة. في الليلة التي سبقت اختفاء ريبيكا قدم ويليام إلى المنزل. تحدث أبناء العم خارج المنزل في الممر، ولكن ويليام لم يدخل المنزل أبدا. تم استجوابه وإطلاق سراحه. في عام 2002 قبل عامين من مقتل ريبيكا، كان ويليام مشتبها في اعتداء جنسي على قاصر. لم يتم اتهامه في تلك القضية، لكن تم اعتقاله لاحقا، ومرة أخرى لم يتهم بالدخول القسري والاعتداء على زوجته السابقة. حققت الشرطة في كل شخص على علاقة بريبيكا من عائلتها وأصدقائها. كانت الشرطة تشتبه في أن كيسي كان يعيش مع ريبيكا في ذلك الوقت، لكنه قال إنه لم يشارك في المنزل في ذلك اليوم حيث كان يعمل.
استمر التحقيق لشهور وشهور دون أي جديد، والمشتبه به الوحيد كان كيسي. وسط حالة عدم اليقين هذه، ظهر بصيص أمل من مصدر غير متوقع. تعاون الصحفي الاستقصائي جورج جاريت وعميلة مكافحة التجسس السابقة في الجيش جينيفر بوكولت لإنشاء مجموعة على الفيسبوك تسمى جريمة قتل لم تحل ريبيكا جولد. أصبح هذا الفضاء الرقمي منصة للمناقشات والنظريات وتبادل المعلومات بين الأفراد الذين أسرتهم القضية. إحدى الشخصيات التي برزت داخل هذا المجتمع عبر الإنترنت كان ويليام بيلي ميلر. كان مشاركا نشطا حيث شارك في المناقشات وساهم في النظريات المتطورة المحيطة باختفاء ريبيكا. لم تمر مشاركته دون أن يلاحظها أحد من قبل المحققين الذين شعروا أنه كان لديه فهم أعمق للقضية. على الرغم من كونه على بعد آلاف الأميال في الفلبين، إلا أن تعليقات بيلي كان لها صدى كما لو كان لديه اتصال يتجاوز الحدود الجغرافية. كان لكلماته وزن وأثار وجوده الافتراضي اهتمام أولئك الذين يسعون إلى تحقيق العدالة لريبيكا. مع اكتساب التحقيق زخما، واجهت السلطات أخيرا بيلي ميلر، حيث تم اعتقاله في أكتوبر عام 2020 في مواجهة الأدلة، الحمض النووي الخاص به في مسرح الجريمة، واتصال شاحنته بموقع القتل. بدأت قشرة براءة بيلي في الانهيار. كشف الاستجواب الذي لا هودة فيه والأدلة المتزايدة عن حقيقة تقشعر لها الأبدان. في اعتراف تقشعر له الأبدان، قام بيلي ميلر بتفصيل أحداث ذلك اليوم المشؤوم. في مقابلة أجريت مع ميلر في وقت اعتقاله، تم الكشف على أنه كان يقود سيارته في عام 2004 إلى منزل كيسي، وأخفى شاحنته في حقل خلف المنزل، ثم طرق الباب الأمامي للمنزل وأخبر ريبيكا أن تسمح له بالدخول حتى يتمكن من استخدام الهاتف. ادعى أن سيارته تعطلت وأراد الاتصال بشركة صيانة. اعترف ميلر بأنه بينما تظاهر باستخدام الهاتف، ذهبت ريبيكا إلى غرفة نومها، ثم حصل على ساق بيانو من بيانو في غرفة المعيشة. تسلل إلى غرفتها وشرع في ضربها عدة مرات بساق البيانو. قال ويليام إنه بعد وفاة ريبيكا وضعها في سرير شاحنته وشرع في إلقاء جثتها على طول الطريق السريع خارج ميلبورن. صرح ويليام أنه لم يكن هناك دافع معين للقتل، فقد فعل جريمته الشنعاء من أجل إشباع غريزته الإجرامية فقط. عندما انكشف اعترافه، سيطر على بلدة ماونتن فيو التي كانت هادئة ذات يوم شعور بعدم التصديق والرعب. ألقت وفاة ريبيكا جولد المفاجئة بظلالها الطويلة على المجتمع، وغيرت إلى الأبد تصور محيطهم المثالي. سلط مسار التحقيق من شائعات بلدة صغيرة إلى تعاون مجموعة على الفيسبوك الضوء على قوات العمل الجماعي وإمكانية تسليط الضوء على الحقائق المخفية. في أعقاب اعتراف بيلي ميلر المخيف، جلبت الإجراءات القانونية إحساسا بالارتياح لمجتمع ماونتن فيو الذي هزه القتل الشنيع لريبيكا جولد. في ظل إجراءات المحكمة، أصبح عمق المأساة أكثر وضوحا، وبدت العدالة لريبيكا في متناول اليد. اختار بيلي ميلر قبول صفقة الإقرار بالذنب بدلا من إخضاع عائلة ريبيكا لمحاكمة مطولة، وأقر بأنه مذنب في جريمة قتل من الدرجة الأولى، اعترافا بالجريمة البشعة التي ارتكبها. قاعة المحكمة التي كانت مليئة بالهمسات والتكهنات أصبحت الآن تتمتع بجو من القرار الكئيب مع ظهور الحقيقة. وبينما كان القاضي يقرأ الحكم، حبس المجتمع أنفاسه الجماعية. في أكتوبر عام 2022 حكم على بيلي ميلر بالسجن لمدة 40 عاما بتهمة قتل ريبيكا جولد، في حين أن قاعة المحكمة نفسها ربما تكون قد صمتت، إلا أن ثقل الحكم تردد صداه في قلوب وعقول الحاضرين. لم يعكس الحكم خطورة الجريمة فحسب، بل عكس أيضا تأثيرها على عائلة ريبيكا وأصدقائها والمدينة بأكملها. وفي حين أنه لا يمكن لأي قدر من الوقت أن يشفي تماما الجراح التي خلفتها مثل هذه المأساة، فقد جلب الحكم إحساسا بالإغلاق لمجتمع كان يطارده عدم اليقين لفترة طويلة جدا. ستعيش ذكرى ريبيكا جولد إلى الأبد في قلوب أولئك الذين عرفوها. كانت قصتها المأساوية بمثابة تذكير صارخ بالظلام الذي يمكن أن يوجد حتى في أكثر الأماكن جمالا. وعلى الرغم من أن بلدة ماونتن فيو شوهتها الأحداث، إلا أنها وقفت متحدة في سعيها لتحقيق العدالة.
والتزامها بضمان عدم نسيان المأساة أبدا. عندما أغلقت أبواب قاعة المحكمة خلف بيلي ميلر، بدأت بلدة ماونتن فيو في الشفاء ببطء ولكن بثبات، في حين أن ندوب الماضي لم تتلاشى تماما. فإن مرونة المجتمع وتصميمه على تذكر ريبيكا الشابة النابضة بالحياة أصبحت شهادة على قدرة الروح البشرية على إيجاد القوة حتى في مواجهة أحلك الظروف. فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ لا تنسوا إخبارنا بآرائكم في التعليقات أدناه، كما لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء مع قصة أخرى من قناتكم دهاليز.